سلام الشيلات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رمضانكم مبروك. اليوم راح ندير معاكم هذا الفيديو ولا هذه الوصفه 100% جايه رمضانيه، ومع هذا الطبق اللي كامل الجزائريين يعرفوه اللي هو دولمه بالخضره. هنايا بغيت نديركم معاكم واحد الطريقه سهله بزاف وما توجدوه بالزربه. نبداو على بركه الله. هنايا راني درت كابويه اللي هي كورجيت مع بطاطا، درتهم في الماء والملح، درتهم يطبخوا شويه. احنا ماشي طيب، بدنا نخلوها قاع طيب كما نقولوا نص طيب، بعد نقطرهم. بعد هنا نروحوا نمروا للحش. وش عندي هنايا؟ عندي بصله متوسطه هنايا شحرتها في الزيت كما نقولوا، قليتها، واللحم فري ماهوش طايب، ومعدنوس وملح وموتغد، وعندنا هنايا شويه تاع زبده خلطها معهم، والثوم. هنا نضيف لها الكيري. هنا تضيفوا التوابل على حسب الكميه اللي عندكم. فلفل اسود هنا زدت اللي نقولوا له هنا حرور، وهنا نزيد سنه تاع ثوم مطحونين. هنا درت انايا زوج سنات، يعني زوج حبات صغار متوسطين. هنا نخلط كامل هذا الخليط مع بعضه هكا حتى يمتزج مليح. هنا راح نستعمل يد اكيد، نمزجوهم بهذه الطريقه كيما هكا. ومن بعد نروحو نجيبو الكابويه والبطاطا تاعنا، نقسموهم على نصفين كيما نقولوا. كي تكون حبه كبيره نقسموها على 3، كي تكون كبيره بزاف. كي تكون متوسطه نقسموها على 2. هنا كما راكم تشوفون راني نخوي فيها من الوسط هنا بهذه الاداه. واللي ما عندهاش هذه الاداه تستعمل الملعقه، المغرف صغيره. راك نوريكم الطريقه كيفاش بالملعقه كيفاش راح نتخو في الوسط. نخويهم كاملين، طريقه بزاف سهله وتوالمنا كي تجي راح طيبيه على بالزربه كما نقولوا هنايا. وطبق رمضاني اكيد. كما تشوفوا هنايا البطاطا فينيك راح نخويها كما تشوفوا هنايا، راني بالملعقه صغيره تاع القهوه خويتها. هنا نبدا نعمر في الخليط تاع الحشو تاعنا تاع البطاطا. كما قلت لكم هنايا تاع اللحم، عفوا كما قلت لكم انا اللحم راهو فري ماهوش مطيبات. هنا راح هذاكش راح نطيبه، غير البطاطا والكابويه القرعه هي اللي رحنا طيبنا نص طياب باش ما تشدناش الوقت بزاف. نعمر كامل الكميه بهذه الطريقه. راح في ميم با في دقائق راح تكملوه ويوجد طبق بالخف، ما راحش يشد لنا الوقت كامل. وانا في ذا الوقت راني موجده لاصوص. راني دايره درت رحيت طوماطيش الحبه وبصله، رحيتهم كاع مع بعضهم وقليتهم شويه. ومن بعد درتهم هنايا، درت شويه زيت ولا زبده، قليتهم في المقله ولا الطاجين اللي عندكم. ومن بعد مرقتهم وضفت لهم البطاطا والكورجيت بعد ما عمرتهم. نخلوهم يكملوا طيابهم ونروحوا نشوفوهم في طبق التقديم. هنا شوفوا راني درت لها رشه تاع المعدنوس من فوق كيما تبغوا. بعد ما يطيب لكم تقبضوا وديروا شويه زبده في المقله وتقلوهم كيما نقولوا، تعطيهم شويه تحميره. كيما تبغوا تقدموهم بهذه الطريقه. وهنا قدمتها هنا فيني مع الماسيدوان. هنا ديجا راني دايرتها في القناه تاعكم، نخلي لكم الرابط تاعها اسفل الفيديو. وكما قلت لكم راهي وصفه سريعه وتوجد في رمشه من العين. جربوها ان شاء الله تعجبكم، والذوق فاني روعه. وفي الاخر نقول لكم ما تنساونيش بجمل الفيديو، اشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركش، وبارطاج لجميع عائلتكم. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر في وصفه اخرى. سلام.